ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج أندر جراوند مع آية العجيمي على راديو البوابة. يا مسا على كل الناس اللي بتسمعنا. معاكم آية العجيمي ومحمد الكاشف في الهندسة الصوتية لمدة ساعة من دلوقتي في برنامج أندر جراوند. والناس اللي أول مرة بتسمعنا استنونا كل يوم حد الساعة 4. معانا النهاردة القطة الشقية والمطربة الجميلة اللي أول ما غنت كان عندها 10 سنين على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، من عيلة فنية. والدها كان شغال في المجال الفني، وكانت والدتها بتشجعها دايما على الغنى من طفولتها، وقررت تقف جنبها وتحفزها وكانت أول أغنية بعنوان ابنك في الجنة، ودي كانت دافع ليها. وبعدين عندي حب بخاف عليه اللي عملت ضجة على السوشيال ميديا، وبعدها ليا حلم وفيديو كليب في حاجة. وكمان ما ننساش لون الورد اللي كسرت الدنيا مع نجم ستار اكاديمي محمد باش، ويمكن من هنا كانت بداية النجومية. وبعد نجاح لون الورد صورت بيسأل عليا اللي قلبت السوشيال ميديا في فترة قليلة جدا وحققت اكتر من 500,000 مشاهدة. ما تنسوش تتابعونا على لينك راديو البوابة radio.com، وكمان مواقع التواصل الاجتماعي تقدروا تكتبوا البوابة نيوز بالعربي، ورقم تليفوننا 01960 393. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل المطربة الجميلة آية عقيل. معاناة البنات كل يوم. مش عارفة البس ايه بكرة وانا رايحة الجامعة. طيب احط مانيكير ولا اعمل فرنش؟ فاشونيستا. ارسم حواجبي ولا احط كحل؟ لا الكحل مش بيليق عليا. ايه ده؟ انا كمان عندي فرح اخر الاسبوع. فاشونيستا. بفكر البس فستان طويل بس القصير شكله بيبقى احلى عليا. طيب بالنسبة للميك اب احط فاونديشن ولا باودر؟ طيب ما احط الاتنين مع بعض. فاشونيستا. وكمان هرسم عيني بالايلاين. لا هحط ماسكارا. يا بقى انا زهقت من الحيرة اللي انا فيها دي، ما بقتش عارفة اعمل ايه. اسمعوا فاشونيستا وهي هتقول لكم تعملوا ايه. فاشونيستا مع بسنت خالد كل يوم خميس الساعة 6 مساء. فاشونيستا على راديو البوابة. فاشونيستا. ولسه مكملين معاكم مع برنامج أندر جراوند مع آية العجيمي على راديو البوابة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقلت لكم ان انا النهارده منوراني القطه الشقيه والمطربه الجميله آية عقيل. آية ازيك؟ الحمد لله تمام. انتي منورانا النهارده ومنوره راديو البوابه. منور بيكم، منور بوجودكم. عاوزين بقى قبل ما نبدا نحكي مع بعض، عاوزاكي الاول تعرفي كل مستمعينا مين آية عقيل. آية عقيل المفروض مطربة المفروض. تمام. بدأت بغنوة الأول وطنية، بعدين بدأت أعمل أغاني بقى يعني رومانس وكده. كانت أغنية في حاجة، وبعديها لون الورد، وبعديها قبل التفاصيل دي كلها مين آية عقيل؟ بتدرس ايه؟ اوكي. ايوه. عندها كام سنة؟ عملت ايه؟ انا بكالوريوس نقد سينمائي. تمام. بعيد خالص عن الغنى خالص يعني. عارف بس عايزه اقول لك على حاجه، بس معلوماتي عنك انك بتغني من وانتي عندك 10 سنين. من وانا في 3 ابتدائي. تمام. كانت اول حفله ليا على مسرح الاوبرا، كان تبع المدرسة. ودي كانت يعني احلى حفلة عملتها في حياتي. بس طيب، ودي كنت لسه عندك 10 سنين. طب وبعدين؟
بعدين فضلت مكمله في المدرسه بقى بغني كل الحفلات مستوليه على المسرح بتاع المدرسه. انا مسيطره. ايوه عقيل وبس، بس ما حدش يطلع تاني، ما حدش ينافسني تاني، دي بتاعتي بالظبط. فحتى كان الاولياء الامور اللي هم باباهات ومامهات صحابي ايوه كانوا دايما ييجوا يحضروا الحفله عشان خاطري عشان نسمع ايه وتغني ايه السنه دي في الحفله وبتحضري ايه يعني انا افتكر ان انا عمري في حياتي ما حضرت حصه اساسا، يعني انا دايما مقضيه حياتي كلها في ده اعتراف يا جماعه من ان ايه كانت فاشله جدا جدا يعني هي استسهلت ودخلت سينما يعني على طول. طيب قولي لي كنت بتعملي ايه بقى برضو لما دخلتي الجامعه؟ كنت انتي برضو مستوليه على المسرح؟ لا بصي في الجامعه مع الاسف ما كانش عندنا غنى خالص. كان في بقى تمثيل، فعملت مسرحيه اسمها خلطبيطه مش عبيطه. أيوة. دي كانت كوميدي تماما. كنت طالعه فيها قبل عطيات ومنيازي. انت متاكده ولا انت بتقولي انت صغيره قوي على كده؟ هي دي المفاجاه يعني، عارفه اللي هو الشكل ده يطلع مني ده ازاي يعني؟ ازاي؟ بدأت بقى أمارس نشاط التمثيل وكده، وبالصدفة ان احنا كنا بنقدم المسرحية في مهرجان زكي طليمات. وكان دكتور أشرف زكي هو رئيس المهرجان، فقدمنا بالمسرحية دي. فدكتور أشرف زكي قال لي انت ازاي مش معانا هنا في المعهد؟ انت ازاي الموهبة دي مش دكتور انا اصلا مش بمثل. قال لي لا انت ازاي انت ما بتمثليش ازاي؟ انت لازم تقدمي السنة الجاية الاقيكي عندي هنا في المعهد. قلت له حاضر يا دكتور، وكان فعلا عملت الكلام ده وقدمت في المعهد وقبلت. وبعدين حصل شويه حاجات كده، لقيت ان انا بعدت عن الغنى بقى تماما، عارفه بحس ان انا دي موهبتك الاصليه اصلا اللي انت بتحبيها. فقلت لا انا ارجع للغنى تاني بقى، وكده كده التمثيل موجود ومعايا البكالوريوس نقد سينمائي، فاكمل في فنون مسرحيه ليه؟ شكرا كفايه عليا كده. بتحبي تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها فرجعت لها تاني. طبعا. طب ما فكرتيش تدرسي مزيكا؟ فكرت طبعا، وباخد تمارين سولفيج يعني دلوقتي. طبعا لان بصي الموهبه لوحدها، ثواني بس اعدل المايك عشان مضايقني في ماشي اوكي الموهبه لوحدها مش كفايه، لازم عشان تثقلي الموهبه دي وتبقى يعني مختلفه وتنميها لازم تدرسي. يعني اليومين دول انا بقى بدات ادرس شويه، وطبعا تمارين، فربنا كريم شغاله والحمد لله. ربنا يجري معاكم النهارده. طيب احكي لي بقى، كانوا صحابك بيعملوا معاكي ايه لما كنتي بتغني؟ في طبعا اللي بيؤمن بموهبتك ويقول لك صوتك حلو جدا، وفي اللي يقول لك ايه ده، دي شايفه نفسها علينا. لا بصي يعني كان في ناس كتير قوي عندي من الكلاس اللي هو ايه، انت يعني مش بتعملي حاجه فظيعه دي. انت على فكره اقل من العاديه، صوتي احلى منك. على فكره عارفه لو انت طب خلاص اعمل ايه يعني، اهلا وسهلا. بس وكان في بقى يعني كتير، يعني بنسبه 75% صحابي بقى كانوا بيشجعوني، ويلا ايه وغني لنا اغنيه مش عارفه ايه والنبي طب بنحب ايه. فكان في بس الاكتر كان الحمد لله الناس مشجعيني يعني. كانت اول اغنيه ليكي اللي هي الاغنيه الوطنيه صح؟ صح. دي كانت ماما طبعا كانت عاوزه تدعمك اكتر وتخلي آية تكمل في حلمها اللي هي عاوزاه، كانت هي اللي بتنتج لك الاغاني بتاعتك. هي ما زالت بتنتج لي لحد دلوقتي كل الاغاني. زيتي لحد دلوقتي. لحد دلوقتي. لا في فتره مضيت مع استاذ محمد ضياء، الملحن الكبير محمد ضياء. بس مع الاسف يعني ما كملناش العقد مع بعض، ورجعت تاني بقى انا انتج. يعني فتره الاختفاء اللي انا كنت فيها الفتره اللي فاتت كانت بسبب التعاقد مع الملحن الكبير محمد ضياء. دي كانت الاغنيه بتاعت لون الورد. لا الفتره دي بعد بيسأل عليا كمان، بعد انت موضوع كبير قوي. الموضوع كبير. يعني ما توفقناش ان احنا نطلع حاجه، ورجعت بقى انتج تاني. انا من الاول رجعنا انتاج زيتي تاني. وطبعا المخرج بتاعك باباكي. ايوه صح. عصام عقيل، استاذ عصام عقيل. طيب متهيألي هو اللي عامل لك كل الكليبات بتاعتك برضه. لا هو عامل الكليب فيه حاجه وبيسأل عليا، انما لون الورد استاذ كريم كباره طبعا. وبديله تحيه من هنا دلوقتي. يعني هو ليه فضل كبير في ظهور اغنيه لون الورد وانها تطلع بالشكل الجميل ده.
طيب خليني اقول لك كومنتس كده من المنتج الفني الجميل محمود سويلم، بيقول لي اسالك انت كنتي في العرض الخاص من يومين في التجمع؟ كنت موجوده. ايوه هي كانت موجوده فعلا. طيب عاوزه بس افكركم برقم تليفوننا 01960 393 وتقدروا تشوفونا. احنا كمان طالعين لايف من على الاكونت بتاعي آية العجيمي، تقدروا تشوفونا دلوقتي انا وآية عقيل. طيب عاوزين يا جماعه يلا. ايوه وقولوا لي بقى حابين تسمعوا منها اغنيه ايه؟ يا ريت. طب احنا هنبدا. قولي لي انت اول اغنيه غنيتيها في حياتك كانت ايه؟ اول اغنيه غنيتها في حياتي من وانت صغيره. قولي لي كده. بصي انا كان المستر بتاعي يعني طاير بيا. فالراجل ده انا بحبه قوي. عمل لي غنوه مخصوص، كتبها ولحنها وعمل يعني بصي من A to Z عشان اغني الغنوه دي في الحفله اللي كانت اول حفله ليا في ثالثه ابتدائي. اوكي. دي كانت اول اغنيه اتعملت لي في حياتي، كنت في ثالثه ابتدائي. تمام. واول اغنيه غنيتها وكنت حافظاها كلها بقى. ايه ده انا رهيبه بقى، ده انا بغني اغنيه للاخر، انا حافظه اغنيه كامله. كانت كنت فين وانا فين. دي كانت الاغنيه اللي هي ايه ده انا طلعت جامده بقى وجباره وبحفظ عبد الحليم والوحدي. طيب تغني لنا انهي فيهم الاول؟ ممكن اغني لك بتاعه المدرسه الاول لان عشان دي ليها ذكريات حلوه اكيد جدا معايا. طيب كانت بتقول طفولتنا حلوه وجميله وحياتنا زي العصافير بين فله وورده وياسمينه، هنغرد ونطير ونطير في الصبح، اصحى من بدري اتوضى واصلي لربي واسمع كلام بابا وماما، ده حبهم جوه في قلبي. طفولتنا حلوة وجميلة وحياتنا زي العصافير بين فلة ووردة وياسمينة، هنغرد ونطير ونطير. الله. عمري في حياتي ما نسيت كلمة منها. احمد غنيم بيقولك ايه الجمال ده، اقسم بالله اقسم بالله مش قادر يقول والله. بجد يعني الاغنيه كمان حلوه قوي وتفكرك كده بايام المدرسه وطفولتك، يعني اكيد الموضوع حلو. طب ليه ما فكرتيش تصوريها؟ والله انا جه على بالي الموضوع ده من فتره قريبه وقلت يعني انا بس مستنيه الخطوه دي قدام شويه لان انا من عشاق اغاني الاطفال. يعني انا وانتي كمان يا ايه كتكوته كده صغيره، فالموضوع هيبقى حلو قوي. مش عيبان يعني. انا يعني ده في البلان بتاعتي ان انا ان شاء الله اعمل البوم كامل للاطفال واغاني الاطفال ويعني بس وهنعمل قطتين بقى كده. نرجع لايام المدرسه تاني. بالظبط. احلى ايام في الدنيا دي. والله دي ما تتعوضش طبعا. احلى ذكريات يعني الطفوله دي. طيب قولي لي كانت اول وقفه ليكي على الستيج كنت عندك كام سنه؟ قبل 10 سنين وقفتي على الستيج؟ لا عمري. كانت اول وقفه ليكي في دار الاوبرا على المسرح الكبير. لو تحسي فتفوتك كده واقفه في حاجه كبيره قوي. وكان كمان معاكي يعني الفرقه اللي كانت موجوده يعني عمالقه الاوبرا. طبعا. طيب قولي لي كانت اول اغنيه غنيتيها ايه بقى في وقتها؟ كان بلادي، نشيد بلادي. انتي وطنيه قوي. والله بجد فعلا كانت اول غنوه اصلا. المستر اكتشف ان انا بغني، انا واقفه في اللاين عادي جدا الصبح بنقول النشيد الصباح فقال لك تعالي بقى وتحت جمهورية مصر العربية وكل حاجة. لقيته واقف جنبي، لا تعالي لي بقى في اوضه الميوزك. طيب طب خليني اقول لك، طيب اللي بعدها كانت فين؟ الغنوة اللي بعدها كانت اول وقفه ليكي على الستيج كده لوحدك بتغني. عاوزه اعرف احساسك وكان رد فعل الجمهور. رد فعل الجمهور كانوا متنحين، اللي هو ايه دي الصغيره دي يطلع منها ده دي. وبعدين زمان ما كانش الموضوع منتشر قوي ان اطفال بتغني ذا فويس. دلوقتي كيدز بقت بتطلع فيها مواهب. ستار اكاديمي وذا فويس والحاجات دي. زمان بقى يعني على ايامي انا لما كنت صغننه، انا مش كبيره قوي برضو يعني. ايوه. كان ده بالنسبه لهم ايه ده، انتي معجزه، انتي ازاي طالعه تغني كده، انتي هتقولي حاجه اصلا يعني مش متوقعين.
فقمت مغنيه لهم اغنيه طفولتنا اللي انا غنيتها في الاول. دي كانت اول حاجه بغنيها على الستيج، والناس طبعا كانت مبهوره جدا، وكانوا قاعدين يعملوا كده معانا كده. ايوه فرحانين. طيب يعني دي كانت تاني وقفه ليكي على الستيج صح؟ دي اول وقفه ليا على دي اول تاني وقفه ليا على الستيج كان في شم النسيم 2013 2012 كان عندي كام في سنة شم تقريبا؟ النسيم. لا مش فاكره كان عندي هي مش عايزه تقول عشان احنا ما نحسبش هي عندها قد ايه دلوقتي. ماشي خدتي بالك هنفوتها. ايوه بس طيب كانت الاغنيه اللي غنيتيها كانت ايه؟ طبعا انت اختفيتي الفتره دي، ما كنتش بتقفي على ستيج خالص. لا كان ستيج المدرسه، وبالنسبه لما كنت بقى في الاكاديميه لا خلاص ما فيش غير ستيج تمثيل. فانتي التمثيل هو اللي بعدك الفتره لفتره معينه عن الغنى، بس لما رجعتي في 2011 باغنيه ليا حلم. ابنك في الجنه، سوري ابنك في الجنه. اوكي. وبعدها ليا حلم. ليا حلم ديت اللي انت غنيتيها على ستيج في شم النسيم. غنيتها على ستيج في شم النسيم، وكانت اول مره. فعل الناس ايه بقى؟ بصي الاغنيه دي انتي نفسك بعد فتره كبيره يعني غبتي عن الناس ورجعت لهم تاني. لا انا كنت فرحانه جدا ومبسوطه جدا، حاسه بقى ان عارفه امجادي بقى بترجع وايام المدرسه واقفين بقى بيشجعوا وبتاع. بس كان اللي ناقصني صحابي اللي كانوا بيهللوا تحت ما كانوش موجودين، بس كان الحمد لله الجمهور معوض ده. يعني دايما صحابنا كده بيقفوا في اول صف كده تحت هم يهيصوا الدنيا. طيب غني لنا كده حته منها. ليا حلم تقول يا مصر يا أغلى من أمي، يا أغلى عندي من دمي، بدعي في نصرك في صلاتي، بفدي حياتك بحياتي، اسمك ده مذكور في القرآن وكنيستك جواها أمان، اسمك ده مذكور في القرآن وكنيستك جواها أمان، بدعي بنصرك في صلاتي، بفدي حياتك بحياتي، بدعي بنصرك في صلاتي، بفدي حياتك بحياتي. دي كانت أيام الثورة. يلا يا شباب جاهزين؟ هنطلع على الهوا بعد 5 دقايق. يلا يا احمد، ودلوقتي هنبدأ برنامجنا. استنوا برنامج ايه؟ احنا قايمين رايحين فين؟ بس خليكوا قاعدين معانا في برنامج قعدة شباب. كل القضايا والمواضيع اللي بتهم الشباب هتلاقوها بس عندنا. اي حد عنده موهبة او مشكلة يقدر يتواصل معانا في برنامج قعدة شباب كل يوم اثنين الساعة 4 ل5 في برنامج قعدة شباب. معاكم هيبقى احمد زهيري واسماء ابراهيم. بتمنى لراديو البوابة نيوز انه ياخد نفس الخطى ويبقى قوي زي ما عهدنا بيهم، وتوفيقي ليكم جدا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفقكم جميعا وينجحكم جميعا. شريف منير. ولسه مكملين معاكم مع برنامج اندر جراوند مع آية العجيمي على راديو البوابة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع القطة الشقية والمطربة الجميلة آية عقيل. آية كنا بنتكلم قبل الفاصل على الأغنية اللي انت عملتيها، عاوزين نعرف كلمات وألحان مين؟ اللي هي الغنوة اللي كانت شغالة دلوقتي ولا لا الأولانية. دي كلمات سامي بساط، ألحان محمد نور، توزيع محمد عاطف،
محمد عاطف الحلو. ايوه. بس وبس انا كده اللي مغنيه. وانا اللي غنيت. طيب عاوزين نمسي على كل الناس اللي بتسمعنا، محمد العويسي وايهاب ومجدي وابراهيم ومحمد نمير بيقولك عاوز اسمع حاجه الجنات. جنات طبعا. اوكي طبعا. وعايزين نمسي كمان على رامي. طيب اوكي يا رامي منور. وايهاب علي اهلا بيك. نورين. طيب يلا نغني حاجه الجنات. يلا نغني حاجه الجنات. هتغني لها ايه بقى؟ اسمع كلامي. ايوه اسمع كلامي بقى. اسمع بقى حرام عليك. اسمع كلامي دلوقتي. يلا بينا. اسمع كلامي وصدقه، انت اللي روحي بتعشقه، كان حلم نفسي احققه ان ابقى ليك. قربني منك ضمني، قد ما احبك حبني، من غيرك انت يهمني، ده انا روحي فيك. ملهوف عليك ومسلمة، تقدر تقول مستسلمة، حاسة اني طايرة في السما، واخدني الشوق، متحيرة ومتغيرة، وكأني لسه صغيرة، لو بحلم انا من الحلم ده، مش عايزة افوق. والله مش عايزة افوق. انت عايزة تفوقي؟ لا خالص. طيب قوليلي مين من المطربين بتحبي تغني لهم دايما؟ قديم ولا جديد ولا طب انتي متربية على مين من وانتي صغيرة؟ على شادية وعبد الحليم حافظ، فريد. طيب ودلوقتي؟ حماقي طبعا. حماقي طبعا اول واحد. ايوه. الهضبة عمرو دياب طبعا. أيوة. تامر كله. بصي انا بسمع لكل بس مين بتستني شغله؟ مين انتي متابعاه؟ كلهم يعني كله لازم. اي غنوة بتنزل السوق او سواء مطرب معروف او مش معروف لازم اسمع. ما بعرفش اقعد كده. بس دايما بيبقى لينا مطربين مفضلين. هتقولي قولي لي مين مطربك المفضل ومطربتك المفضل؟ شيرين وحماقي وعمرو دياب وتامر. خلاص استكفينا بهذا القدر. يبقى هي قالت اول اجابه حماقي ماشي وتاني اجابه شيرين. طيب قولي لي ايه رايك في البرامج اللي هي زي ستار اكاديمي وذا فويس وصوت الحياه والحاجات دي؟ حلوين جدا جدا، وبيدوا المتسابقين اللي معاهم بيدوهم شهره على مستوى الوطن العربي. طب انتي ما فكرتيش تقدمي؟ فكرت اقدم، بس يعني عارفه الفكره شويه يعني خضتني. فبعدت عنها. بعدتي، ما حبيتيش تقودي التجربه انك تبقي يقع الاختيار عليكي او لا؟ بالظبط. يعني مش بحب كده. طب لو جاتلك فرصه تقدمي؟ لا خلاص، يعني كان ممكن زمان بقى، انما دلوقتي لا. انا الحمد لله عندي شغلي وشغاله في اغاني جديده ان شاء الله. بس ده ما يمنعش عادي، ما هم دولت برضو بيديكي دافع اكتر انك تكملي. طبعا اكيد، بس يعني حاسه ان انا ممكن اكون غلط، بس حاسه اني ممكن اكون عديت المرحله دي شويه. خلاص مش عاوزاها. انا كويسه كده. انا 100 فل و10. طيب تيجي نغني حاجه الحماقي؟ حاجه الحماقي. ايه ده، انت فاجئتيني ليه كده؟ طيب خلاص. طب حابه تغني مين؟ طيب انا قلت مطربك المفضل، فانت بقى ايه بتدندني على طول. طبعا. حاجه الحماقي. اختار انا؟ طيب اختاري. ما بلاش. طيب اوكي ما بلاش. يلا بينا عشان بحبها قوي. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني، قولي مالك، قولي مين
الحقيقة ان الحياة ضحكت علينا، لا الفراق ولا اللقاء كانوا بايدينا، لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش ان ده الحضن الاخير؟ الله. هو لو كان سمعك اكيد ما كانش هيبقى ده الحضن الاخير. ماشي. ايهاب بيقولك اهلا اهلا، واحمد احمد بيقولك منوره يا ايه. ده نورك. وممكن اسمع حاجه الانغام؟ حاضر طبعا، حاجه الانغام. عينيا. نومير بيقولك احساسك جميل، برافو، شابو، ميرسي. ايهاب تاني بيقولك صوتك حلو قوي، ما اقدرش اقول احساسي. عاوز الاغنيه بتاعت ما اقدرش اقول احساسي. ما اقدرش اقول احساسي كان انا مش عارفه مين اللي بيغنيها، بس انا قلت اجيب لك اللحن بتاعها. عارفاها. طيب انت عارفاها يعني؟ خلاص اوكي. بتاعت سوما. اوكي حاضر يا ايهاب، من عينينا. ماشي حاضر. غني دي. حاضر ماشي. هو غنيها له. طيب يلا بينا. كانت الغنوة ايه؟ بتاعت سوما. اللي هي بتقول معلش ما اقدرش اقول احساسي. ما اقدرش اقول احساسي كان لعبة في ايديك، عشان احساسي هو اللي كان هيموت عليك، ما قدرتش اشوف احلامي قصادي وملمسهاش، وقلبي كان هيضيع لو سابك سبته عاش، وقبل ما امشي احب اقولك مش هنساك، ولا عمري هنسى الدنيا اللي انا عشتها وياك، وان كنت ما قدرتش حبي مش هجرح فيك. الله. صوتك تحفه يا ايه، ما شاء الله، ومن نجاح لنجاح. ربنا يخليكي. جميل. طيب كلمينا بقى عن اغنيتك التانية اللي انت عملتيها بعد في حاجه. كانت لون الورد طبعا. من اقرب الاغاني على قلبي، ومن اكتر الاغاني اللي انا بعشقها. مع طبعا مطرب الجميل اللي انا بحبه شخصيا، محمد باش طبعا. الغنوة دي عن الكواليس. اشمعنى طيب محمد باش اللي اخترتي تعملي ديو معاه؟ بصي، هو الموضوع جه بالصدفه. يعني انا ولا كنت محضره اني اعمل ديو. هي حاجه دي الصدفه اللي بتيجي يعني، وربنا بيبقى موفق فيها جدا. الحمد لله. لا انا كان في دماغي اعمل ديو، ولا محمد كان في دماغه يعمل ديو، ولا اي حاجه خالص. الموضوع جه بالصدفه ان احنا كنا قاعدين والفالنتاين كان مقرب. فبقترح على استاذ كريم كباره، بقول له ايه رايك اما نعمل، وعلى باش برضو، ايه رايكم اما نعمل غنوه الفكره جات لك وانتوا قاعدين مع بعض. اللي هو طلعت كده. فاقترحت عليهم، قلت لهم ايه رايكم نعمل ديو يعني رومانسي وكده، انا ومحمد، ونغني مع بعض، ويبقى حاجه يعني حاجه مختلفه. للناس، لان كان الفتره دي تقريبا كان الديو مختفي تماما من السوق. فعملنا الديو، وكان كلمات والحان محمد باش، توزيع اسامه عبد الهادي. وفعلا سبحان الله يعني كل حاجه بسرعه اتعملت. الفوتو سيشن عملناه، التصوير خلصناه، الاوديو خلص، كل حاجه خلصت. والمونتاج كمان بتاع الكليب خلص قبل عرض الكليب تقريبا بيومين. ربنا كان يوفق الحمد لله في كل حاجه. الحمد لله. وعايزه اقول لك ان الغنوه دي انا كنت بسجلها انا ومحمد واحنا عندنا برد اصلا. يعني احنا واقفين بنغني، احنا اتنين مخنفين، بس الحمد لله عجبت الناس وعلمت معاهم جدا. ويمكن كانت بدايه موفقه لديو انت عملتيه انت ومحمد مع بعض، وقلب السوشيال ميديا. الحمد لله. ده حقيقي، ولحد دلوقتي سايب اثر. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايهاب مبسوط قوي من الاغنيه، وبيسقف لك كمان. اهي. واحمد بيقول لك فين انغام؟ حاضر ماشي. واغنيه عيون القلب من عيوننا حاضر، بس احنا اتكلمنا عن لون الورد، فاحنا لازم نغنيها صح؟ طبعا اكيد. ايوه اكيد. اوكي
ممكن نغني ونهديها لمحمد بقاش. وهديها لمحمد طبعا. هو اللي عاملها يعني ملوش نفس يعني. لا طبعا. يلا نسمعها. تقول اسمع مني هقولها بجد، ايوه انا حبيتك طول الوقت، وكلامي اوعى تقوله لحد، ده انا حتى خدودي بلون الورد. وينك يا حبيبي، وينك يا نصيبي، قلبي مشغول ببالي على طول، طمني عليك. وينك يا حبيبي، وينك يا نصيبي، قلبي مشغول ببالي على طول، طمني عليك. اوكي ميرسي. مش طبعا انت بتقول راديو البوابة بيفكر فيك، مهتم بكل اللي يفيدك واللي يسليك. راديو البوابة كل المجالات، وفريق من أجمد مذيعين وأجمد مذيعات. إعلام بيقدم معلوم بطريقة بسيطة ومفهوم، على إيد متخصص متأسس، دكتور ومحامي ومهندس. هتزود وزنك هتخسس، وطريقة عمل الملوخية والتقلية راديو البوابة هتعيش وياه الدوري المصري بالشكل اللي بتتمناه. راديو البوابة اجتماعيات، والكل الأسرة المصرية والمجتمعات. راديو من سنك من جيلك، بيقرب منك ويجيلك، بيحس بمودك طول يومك، طول ما انت معاه يرمي همومك، ومزاجك هيظبطهولك بأغاني وسهرات فنية. ايه رأيكوا بقى في الأغنية؟ راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه. ولسه مكملين معاكم مع برنامج أندر جراوند مع آية العجيمي على راديو البوابة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اندر جراوند ومنوراني حبيبتي الجميله آية عقيل. تعالي نقرا شويه كومنتات كده ونشوف الناس. يلا بينا. طيب احمد بيقول مساء الخير، مساء الفل عليك. مساء النور. محمد بيقول مذيعه متألقه متميزه، ربنا يخليك. تحياتي المتألقه آية العجيمي، ميرسي ربنا يخليك يا احمد. ساهر طالب عيون القلب. بصي هو ورجع قلنا له يختار حاجه تاني. ماشي احمد عاوز انغام. وبعدين الشاعر محمد كاتب لك كوبليه وبيقول لك تغنيه، فتيجي احنا قررنا ان احنا نرجع لهم بيه. يا جماعه آية بقت ملحنه كمان. يعني احنا وسعنا الاطار شويه من ممثله مغنيه وبعدين ممثله وبعدين ملحنه. يعني بصوا اي حد بقى عاوز يلحن آية موجوده. هحاول الحنه. انا طلع مني المره اللي فاتت، ما اعرفش طلع ازاي. زي الفل زي الفل. انت هتلاقي كتير يشتغلوا معاكي، لا تقلقي. يا ما حاولت انساكي ولا
ولا اقدر. يا ما حاولت انساكي ولا اقدر، لو يوم هنسى، لو يوم هنساكي في مين راح افكر. قلبي خلاص اهو داب وهواكي زي ما داب الشاي في السكر. احنا كده انا بوظت لك شعرك. اقول لك على حاجه، اعمل لنا بلوك والله. بص زاهر غير رايه وقال لك دارت الايام. حاول تختار لنا. بص هي هتختار لك اغنيه انا هبسطك حاجه على ذوق. هجيب لك حاجه شغل فني. هدير آية عقيل وقلوب كتير قوي. دي حبيبتي. بنت خالتي. حبيبتي منورانا طبعا. بيقول لك شكرا يا نجمه. ماشي يا محمد. بص اي حاجه انت عاوزها الملحنه آية عقيل معانا اهي. طيب ماشي، تعالي بقى نغني لهم حاجه لأنغام الأول. طبعا. اوكي اكتب لك تعهد بقى. اكتب لك تعهد. ممكن تسيبني اشتري عمر اللي باقي، قول بكام. مش عايزة اعيشه معاك، عشان لو عشت كل جراح حرام. ممكن تسيبني اشتري عمر اللي باقي، قول بكام. مش عايزة اعيشه معاك، عشان لو عشت كل جراح حرام. ولو انت خايف لما تسيبني هقابل بعدك حد يصني، وانت لو ما بقتش بتصدق كلام، انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري، بس اعيشه باحترام. الله حلوة جدا. يعني على فكرة أنا أول مرة أسمعها بجد وحبيتها منك حقيقي، لأن أنا مش بالأغاني على الأقل. أنا بحب أنغام جدا بس مش بسمع لها أغاني كتير يعني. بس حلوة جدا. قولي لي إيه رأيك في أغاني المهرجانات؟ جميلة، حلوة جدا. حلوة جدا يعني. ممكن نشوف آية بتغني مهرجانات؟ طيب انت جاي تقضي عليا النهارده في الحلقة دي. ممكن لا ما بعرفش اغني. اسمع وارقص عليها اوكي، انما اغني لا. اصلي بس اسمع اغني لا. طب جربي معانا. اجرب معاكم. مين اكتر اغنية انت بتحبيها؟ العب يلا. انا حاساها. ايوه شفتي كده وهي طالعه. طيب بعد اغنيه روعه للفنانه الجميله انغام هننتقل الى اللون الشعبي. حد يعمل كده؟ ايوه ما يلا بقى عاوزين نشوف آية عقيل لونها عامل ازاي في الشعب. شيطاني يوزك. طب قولي الكلمات عشان مش فاكره. في سكه شمال. شيطاني يقول لك اشرب يلا العب يلا. طيب يا جماعه احنا بنقول ان هي موفقه في التلحين والتمثيل والغنى، بس تبعد خالص بعيد عن اللون الشعبي. ده منور يا راجل. سوري الHR بتاع البوابه نيوز منورنا في الحلقه والله العظيم. نور. طيب آية قولي لنا ايه الجديد بتاعك الفتره الجايه؟ في غنوة ان شاء الله بحضر لها دراما. يعني شوية بقى فيها جرح وحاجة كده، يعني افرحكوا شوية وعيطكوا شوية. يعني لازم يعني تغيير مطلوب. يعني مش معقولة نقعد مبسوطين على طول. لازم في شوية نكد كده في الحياة يحلوا الدنيا في عينينا. طيب قولي لي كلمات مين والحان مين؟ كلمات احمد حسن. الحان عماد عزيز. توزيع اسلام. توزيع لا فاكره طبعا. ازاي اسلام رفعت. ايوه انا اسفه يا اسلام، حقك عليا. سوري معلش، بس اتخذت كده على الهوا. طيب الاغنيه بقى اسمها ايه؟ اسمها اسوأ صدفه.
أسوأ صدفة. طبعا انا مش هقولك نحرق جزء من الاغنية وتغني لنا كوبليه. ايه ما انا عارفه ليه مش هتقولي لي كده اصلا. يعني مش هتفكري في الموضوع صح؟ طيب بجد ايه، انا كنت مبسوطه معاكي جدا النهارده، انت نورتيني بجد ونورتي البوابه. والله انا مبسوطه اكتر. وعاوزه كمان اشكر مؤسسه فكره استاذ احمد شديد على الهديه الجميله اللي هو عملها لنا النهارده. واستنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده مع ضيف جديد. بس هنختم مع آية بيسأل عليا. اوكي ماشي. بيسأل عليا ومهتم بيا، ولو اغيب شوية بيقلق كتير، ودايما بيسكت ويهري وينكت في نفسه، ده لما عليا يغير، وده خوف. طيب ده ولا اسميه ايه؟ مكسوف. ما هي كل حاجة هي باينة عليه، مفروض قلبه ده يجمد ويقوي، وده خوف. طيب ده ولا اسميه ايه؟ مكسوف. ما هي كل حاجة هي باينة عليه، مفروض قلبه ده يجمد ويقوي.